مكملين في سلسلة التجارب من السوبر ماركت. النهاردة هنجرب منتجات من بريكفاست، أكل جاهز على التسوية، يعني حاجة كده مش عارفة هتطلع حلوة ولا لأ. ما تيجي نشوف. أول حاجة معانا أوراق دجاج متبلة، ودي بتستوي في الإير فراير أو الفرن وبتاخد معانا 40 دقيقة. بصوا معايا، ده شكلها. فيها 4 وراك بس من غير الدبابيس، 3 كبار وواحدة صغنططة، ريحتهم حلوة. دي اول حاجه معانا، نقدر نسويها في الاير فراير او نسويها في الفرن. انا طبعا هحط كل الجوس اللي نازل معاه. ودي اول حاجه معانا هنركنها على جنب. تاني حاجه معانا شيش طاووق متبل 900 جرام، وده 900 جرام. ده بنسويه في الجريل او في الاير فراير او في الفرن، وزمن التسويه 35 دقيقه. يلا نفتح كده ونشوف الاخبار. بصوا معايا، دي مش صدور على فكره، دي وراك. بصوا، دي وراك متقطعه. طبعا الشيش بيبقى احلى كتير في الوراك، بس هم مقطعينها كبيره قوي، حاساها محتاجه تتقطع. هنشم ريحتها، ريحتها حلوه، بس انا حاساها كبيره قوي على الشيش. صح يا عمده؟ انت تفهم اكتر مني في حاجه زي كده بصراحه. حاساها كبيره، عايزه تتقطع اصغر سنه. معلش، انا بحب الشيش بتاعي يبقى مكعبات وسط شويه عشان تستوي اسرع. ومعايا هنا بصل وفلفل، عايزين تحطوها على طول في اسياخ مفيش مشكله. ناخد واحده بصل، وبعد كده نحط قطعه اهي. وده شكل الشيش اللي احنا حطيناه في الاسياخ. برضو هروح اسويه في الاير فراير، بس هركنه على جنب ونفتح الباقي. طبعا ده مش هسويه دلوقتي، هحطه في التلاجة. تالت حاجه معانا فيليه دجاج بتتبيله التندوري. تعالي نشوف كده، نفتحها ونشوف. صراحه عجبني التغليف بتاعهم، قطع فيليه. ده هياخد معانا من 5 ل7 دقايق، يعني في كذا قطعه. ده نص كيلو، بس ريحته حلوه. هروح برضو احطه في الاير فراير كده. ده تالت نوع معانا. رابع نوع معايا فيليه دجاج متبل بالمسالة. ده نوع توابل لذيذ كده، وهي بتستوي معانا من 3 ل5 دقايق في الاير فراير او على الجريل. بس عجباني ان قطع الفيليه بتاعتهم مش صغيرة، لا هو حاطط لك قطعة على بعضها. بصوا ريحتها، برضو ريحة التتبيلة بتاعتها لذيذة. شوف الطعم بقى. ده شكل الفيليه بعد ما استوى، ده اللي هو بالمسالة. تعالى نفتح كده. وعلى فكرة هو اخد معايا 12 دقيقة، مش 5 دقايق. علشان ما تقعدوش بصوا، لان هي القطعة تخينة. بصوا اهي، دي كبيرة قوي على بقي. بصوا، لان القطعة نفسها بصوا حجمها عامل ازاي، قلبوزة. فهي اخدت معايا في الاير فراير 12 دقيقة. هندوق كده. ادوق انا بقى. دول لوحدك. اجيب المسالة. دوقي كده يا توته، طعمها كويس والملح بتاعها مظبوط. طعمها قريب من اللانشون. قريب من اللانشون. دي حقيقة يا توته، عندك حق كمان. دي التندوري. انتوا تحسوا بس دي اتحمرت سنه زياده فتحسوها نفس، لكن دي التندوري اللي هي اللي هي التتبيله الهنديه. بصوا شكلها عامل ازاي. انا اقول لك انا احلى دلوقتي. عماد وانطونيوس النهارده هم اللي هيقيموا، بس هي طعمها لذيذ دي احلى، عشان دي تتبيله هنديه ففيها توابل كتير، فيها جنزبيل بقى وفيها. طعمها حلو قوي. الناس اللي بتحب التندوري دي هتبقى لا. بس دي لطيفه برضو. دي على راي انطونيوس شبه اللانشون شويه. هات التندوري احلى، عجبتني. ده انت، دي مش شوكتي. دي قريبة برضو من اللانشون. لا يا توته مش لانشون، التانية قريبه، دي لا. دي قريبة شوية. ماشي يعني، كويس. تعالوا بقى للعظيم، الشيش. اشيل بس واحده كده. طبعا ده مع حبه رز. ممكن ترفع الطبق نوري له منه. بصوا ده شكلها. لا حلو، ممكن ناكل بقى.
دوق بقى قايم بتاعتي انا احلى ولا دي احلى؟ عيني. انا دول من غير الحشو الاول. التتبيله بتاعتها مش قويه قوي. لازم يزودوها ملح. صح. انا برأيي دي 5 ودي 10. دي احسن بكتير من دي. اصبر يا توت، احنا بنقيم دي دلوقتي. تعالى نحط رشه ملح كده. انت الشوكه بتاعتي يا انطونيوس اللي العيال دي. التتبيله بتاعتها ضعيفه شويه، طعمها مش احلى حاجه. يعني الشيش اللي انا بعمله في البيت برقبته، لاجل الامانه ما عجبنيش الشيش قوي. يعني انا الباقيين هزودهم شويه بهارات. فهي انا عجبني التندوري قوي. نركن احلى بقى. حاجه فيهم التندوري. التندوري دي عظيمه، ودي برضو طعمها حلو برضو. دي بقى الوراك بتاعتنا، بصوا شكلها حلو ازاي. شكلها لذيذ على فكره، بس طبعا عشان تدينا اللون الحلو ده فانا في نص التسويه كده باخد من الجوز ده وبروح دهناها بالفرشه. فتعالوا بصوا، انا هطلع الكبيره عشان اتاكد ان هي مستويه واشوف اخبارها ايه من جوه. يا ترى هتطلع حلوه ولا لا؟ افتحها ونشوف. هي باينه على التسويه بتاعتها ان انت مسويها تسويه عظيمه. هي لا، هي جوسي قوي، يعني زي اللي حقنينها تتبيله ممكن. ممكن هيبان بقى. بصوا من جوه نضيفه وبيضه. بصوا انا بس ايه بجيب من قلبها عشان اشوفها اخبارها، اخبار النظافه ايه. لا خد انا حته صغيره. الدكتور محمود منبه عليا ما اكلش جلد بس مش قادر. شكلها حلو قوي. الفراخ حلوه ونضيفه، بس التتبيله ضعيفه. يعني انا لو كان رمين هعمل وراك في البيت مشويه هتبقى اطعم من كده. ارجع. طعمها مش عارفه، ما عجبنيش. انطونيوس هيموت ويدوق. اتفضل. دي فراخ سك من غير تتبيل اصلا. لا يعني التتبيل اللي فيها ما عجبتنيش قوي. يعني اكتر حاجه عجبتني الفيليه. التندوري او المساله الاتنين لذاذ، بس التندوري احلى. الخلاصه، انت ما بتعرفش تطبخ، اتعلم من نرمين. انا معاكي جدا بامانه، معاكي جدا. لا او مزنوقين في طبخ ادخلوا على القناه او على الصفحه هتلاقوا وصفات كتير. لكن لاجل الامانه لو مستعجلين ممكن التندوري اللي اكلوها، بصوا انا عايزه اقول لك نسفوها عماد وانطونيوس جنبي اكلوها خلاص. ده ما حدش جه جنبه، التتبيله بتاعته مش احلى حاجه. ده لذيذ، بس ممكن مثلا قبل ما نزود له مثلا نزود له رشه فلفل اسود، شويه بهارات فراخ، نظبطه قبل ما يدخل الفرن. لكن هو بالنسبه لي يعني هي تجربه لذيذه للناس اللي ما بتعرفش تطبخ، بس انا رايي ادخلوا اتعلموا احسن. بلاش تشتروا الحاجات دي وتضيعوا فلوسكم على الفاضي. بس يلا ادينا بنجرب حاجات جديده معاكم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين صبري. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.